مرحبا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. انا كتير اشتقت لكم ورجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله راح تشوفوا بالايام الجايه فيديوهات جديده وفيديوهات اكتر، فيديوهات مفيده اكتر، وراح تحبوها كتير ان شاء الله. بس اذا كنتوا اول مره بتشوفوا الفيديو بتمنى فضلا وليس امرا يعني انه تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، واذا ما حبيتوا القناة كمان شكرا كتير لكم على المشاهدة. اليوم الفيديو ما روتين بالبيت، اليوم الفيديو هو رحلة على الطبيعة. ما بيتفوت يعني، بنصحكم تشاهدوه لانه كله طاقة ايجابية وراحة نفسية. ورح تشوفوا كمان كيف اكلت بهدلة من الوالد يعني بابا بسبب التصوير، حتى تشوفوا ايش قد عم بتعذب وانا عم صور ولا اخذ لقطات واعمل. والله يعني كتير بتعذب وكلهم بينتقدوني وهيك، بس انا مستمرة ومعلش متحملة البهادل، فانا خليت الصوت مثل ما هو يعني لحتى تشوفوا شو بصير معي شغلات اثناء التصوير. ما راح اكتر بالحكي، خلينا نحكي بالتفاصيل من ضمن الفيديو لانه في كتير شغلات حابة لكم اياها. لهون ببداية الفيديو انا عم جهز طبلة المشاوي، لانه هي السنة ما عملنا مشاوي ولا صحلنا انه نعمل يعني نطلع وهيك، وكان اصلا ممنوع الشوي باسطنبول، كان انه يعني بالغابات والحدايق وهيك، فبالبيت ما بقدر اعمل لانه ما عندي مطرح اشوي فيه وهيك. فانا كتير هاي السنه مشتهيه كنت على هيك حفله مشاوي، حفله باربيكيو. عزمت اهلي من قبل بيوم وقررنا ناخد معنا مشاوي. يعني محسوبتكم اختكم جيهان فايقه من الساعه 5 الصبح عم تجهز للطلعه، لانه قبل بيوم ما صح لي كنا عم نشتري الغراض وهيك. فاول شي عم اعمل تتبيله الجناحات وهيك، حطيت اول شي معلقه لبن ومعلقه دبس فليفله ومعلقه دبس بندوره، والبهارات يلي طلعت هلا على الشاشه يلي هي ملح وكاري وكركم وكزبره. هلا بحط لكم اياها، بكتب لكم اياها على الشاشه احسن لاني نسيتهم يعني كتار. يعني ملح وكاري وكركم وكزبره بتوقع، وبابريكا، بابريكا حده وبابريكا حلوه. وهلا هون نقعت اول شي نقعت الجناحات هيك بالخل شي ساعتين، هن والدبابيس هدول. وهلا هون هيك عم شرحهم مشان يتبلوا من جوا، هن والدبابيس. هيك بحثت كتير عن النت وهيك وتفرجت لحتى اخدت هاي الوصفة، وهيك حسيتها نفس تتبيلة الدجاج بالفرن، يعني حسيتها نفسها تقريبا بس زيادة كزبرة شوي. هون تبلتهم الساعة 5 الصبح وحطيتهم بالبراد مشان انه يشربوا التتبيلة شوي، لانه كنا بدنا نطلع الساعة 4 العصر. الله وكيلكم فايقة من الساعة 5 الصبح عم بشتغل وهيك ومعي فرحة، تقولي فرحة أطفال، كيف الأطفال اللي رايحين على الرحلة؟ جد كتير كنت مشتاقة أطلع هيك رحلة. هي السنة أبدا ما صحلنا يعني، حتى على البحر ما صحلنا نروح. ايه وصحي نسيت لكم إنه هي الرحلة على البحر، على أساس مجهزة شنطة تياب هالقد قدة وما بعرف شو، بس سبحان الله ما تيسرت. هلا بحكي لكم ليش. وهلا هون في هاي الوصفة تقريبا كباب حلبي، تعلمته من الحلبية هون يعني، وكتير عجبني واعتمدته يعني ولقيته عندي بالفريزر، يعني قلت بعمله يعني مثل ما بيقولوا جود بالموجود. وحطيت معه شوية في قناة رزان تركيش لايف ستايل، ما بعرف اذا متابعينها، فهي البنوتة انا كتير متابعتها وهيك، فكتير بتعمل هذا الكباب فتعلمته منها تقريبا. وهون جيراني وهيك الحلبية وقتا كنت روح لعندهم يجوا لعندي هيك كانوا يعملوها يعني، فقلت منجرب يعني. وحتى مو بس انا، رفقات جوزي الشوام وهيك وقتا كنا نطلع رحلات هديك السنة ناخد نفس الوصفة كمان نعملها يا عرايس بالخبز او انه بالسياخ وهيك او مع باذنجان. فهون تبلتها حطيت لها على ذوق يعني، برشت لها بصله، انا كتير بحب طعمه البصله فيها، برشت لها بصله وبهارات مشكله وفلفل ودهنه ايه وبقدونس وملح وبس. هون انا غلطت غلطه، رحت حطيتها بالفريزر فاخدت مي، فوقت رحنا وصلنا قال لي البابا انه ما بصير حاطين لها مي وهيك، كتير عذبتنا وقت شكيناها بالسياخ وهيك. وقتنا نعملها هيك كباب بالسياخ عذبتنا كتير. هون بتعرفوا انا عندي سوسه، عندي عقده وقت اللي بعمل دجاج وهيك، فبدي اعمل المطبخ بالكلور وهيك، لان عن جد حسيت المطبخ كله ريحته دجاج وهيك.
إيه الحمد لله، بس لا عملته كله هيك ارتاحت نفسيتي اكثر. عن جد كثير حلو هذا منظر هيك تليه في المجلة والكب المي ونظافته، انا كثير بحبه عن جد. وقت اللي بشوف الفيديوهات هيك بترتاح نفسيتي عن جد. يعني من الساعة 5 الصبح لقيمت للساعة 4 العصر اركض وما لحق. واخر شي بيقول لي جوزي إيه شو كنتي عم تعملي؟ هو عم تضبي الاغراض، ليش تعبانة هالقد؟ يا الله، وقت اللي بسمع هالحكي بحس حالي هيك اجتني جلطة. هو الواحد لازم بهيك روحات يجهز من قبل بيوم واحسن يعني، وبخف عليه الضغط وهيك. بس انا ما بعرف ظروفي مع اولادي وهيك، وكنت عم بشتري الاغراض وهيك، وكله يعني عزوقي عملته. جوزي تقريبا ما تدخل يعني بهالقصه. انا يا رب ما تكونوا مليتوا انتوا واصلين معي بالفيديو لهون. هلا انا ما قدرت اصور كل شيء تقريبا يعني، اولادي كتير عذبوني وهيك. انا للصراحه فقت من النوم ما شربت قهوه، بس انا حطيت هاي المقدمه قصدا، قلت يا الله بدك تحطي هيك دغري شغل وطبخ وما بعرف شو، فيعني انه قلت بحط هذا فنجان القهوه احسن. هلا هون بعد ما خلصت وجهزت تقريبا نص الاغراض، تبلت هيك الباذنجانات هيك، نخزتهم بالسكين وحطيتهم على الغاز مشان اعمل بابا غنوج. وعملت سندويشات سريعة لأولادي هيك. عندي تبلة محمرة بالبراد، شي يوم ببقى بشارك معكم وصفتها على طريقتي، وحطيت لهم عليها جبنة قشقوان وهيك فطرتهم فطور سريع، لأنه عن جد تعبوا يا حرام. كانت شي الساعة هون 12 الظهر. ايه هيك كانت نتيجتها، شوفوا ما أحلاها. بعدين هن قعدوا يفطروا وأنا هون عملت فنجان قهوة وأخذت استراحة محارب مثل ما بيقولوا هيك. عن جد كتير كنت مشتهية أشرب فنجان قهوة، يعني اشتغل واركض واقول ايمت لخلص بس مشان اعمل فنجان قهوة. وهون بعد ما خلصت وضبيت التياب وضبيت الاغراض وضبيت كل شي وخلصت على الاخر هيك، ما عاد قدرت اصور شي خلاص يعني، ما عاد الحق. اخذت الاولاد ورحنا اشترينا هيك شوية اكلات قلنا للسهرة يعني بناكلن على البحيرة. ايوه الراحة بدون هدول الاكلات، اكلات السعادة هيك ما بحسها ظابطة، خصوصي اني عازمة اهلي وخلي الراحة تكون كاملة مكملة. هذا مو حلو مو حلو مو حلو مو حلو. وين الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ببحرنا زرعنا كرش المخيم تحت المقالة أنا ليس هناك تبحر بالسيف إن البحر ملكنا تستجبى لنا شاهية بطوننا تحب طعمها وقلبي سيف كرش مخيف أسنانك والسكين عندك أنت كوية وزنك إيه أنتك أنت لا تقرب عليا. تركت هاي الأصوات مشان تعيشوا الجو معي هيك، الجو الحقيقي. هون بعد ما مرينا لعند أهلي هيك وأخدناهم هيك صورت الطريق شوي. هلا هاي الروحة كانت رح تكون روحة بحر، بس الجو باسطنبول قلب فرد قلبي. هون عن جد كتير مزاجي الجو، فجأة بيكون هادي وما أحلاه، وفجأة هيك بيقلب هوا وبصير مطر وما بعرف شو. عن جد هلأ بتشوفوا صار هوا مو طبيعي، وانا مجهزة شغلات بحر وانقلبت الروحة كلها لبحيرة. سبحان الله يعني. هون تحولت الرحلة من رحلة التخييم على البحر لرحلة التخييم على البحيرة. هون الولاد كانوا مجهزين حالهم بدهم يسبحوا يا حرام، ايه ما إلهم نصيب. يلا الحمد لله على كل شيء. المهم تسلينا وانبسطنا ايه وغيرنا جو. هلا هون عم نفرد الخيمة، تساعدنا كلياتنا لقدرنا نفردها لانه هاي الخيمة كتير كبيرة. ليكو الهوا كيف رح يطيرها. ركب يا خليل. ما بعرف. شو؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ انت شو عم تساوي؟ تركب خيمة؟ شو هاي؟ نسوي مشاوي. وين بدك تسوي مشاوي؟ مين مسوي هاي النار؟ مين مسوي هاي النار؟ أنا وياه. حلو شغلي لي جنن هالنار. شغلي لي شو بدك تشوي عليها؟ كباب مارشميلو بدك تشوي؟
هون بعد ما فرضنا الاغراض وجهزنا القعده والخيمه وكل شيء، عملنا فنجان قهوه وقعدنا نشرب انا وماما، لانه ما رح نقدر نبلش بالشوي لحتى يجي الليل. وهون شوفوا هذا البيدون المي، شوفوا جوزي شو عامل اختراع فيه، عامله حنفيه. عن جد فرطني من الضحك، قلت والله لصوره اطلعه. خلي الصبايا يشوفوا. هون هذا راكب بالقارب هيك وعم يصيد، فارد 5 صنارات. شوفوا كيف زومت عليه. شوفوا كيف راكب بالقارب مكيف. هون جوزي عنده قارب، قلت له ليش ما جبته معك نركب فيه؟ والله ولا مرة ركبت فيه لهذا القارب. وهون بعد ما بلشت العتمة واجا الليل وبلشنا نشوي، فهون الله يعطيها العافية ماما جهزت السياخ الكباب بعد ما عوفوها حالها بالشك. عن جد عوفوها حالها وهي عم تشك فيهم. قالت لي ما عاد بدي هالاكل، خلص بلاهن الغيهم. قلت لها شو بدي اعمل فيهم؟ عن جد ما حلو تصوير المشاوي بالليل، عن جد بالنهار احلى، بس المشكلة ما قدرنا نشوي غير لليل، يعني بالنهار كان ممنوع. شوفوا بابا كيف بهدلني بسبب التصوير. يعني بدي افهم شو فئة التصوير عم تصورين انت؟ نزل فيديو. نزلي فيديو من الصبح، من وقت اللي فقت من النوم قعدت اصور فيه من الساعة 5 الصبح عم اشتغل فيه. وهون خفيت الصوت لانه البهدلة كتير كبرت اخر شي، وبدي منكم هيك تجبروا بخاطري وتحطوا لي لايك هيك مشان ما تروح هالبهدلة هيك وهالتعب بالتصوير وهالمونتاج كله على الفاضي. الله يجبر بخاطركم يا رب. وهون شايفين لون هالتتبيلة ما احلاها، هي اللي تبلتها. عن جد كتير كتير طلعت طيبة هاي التتبيلة، كتير بنصحكم فيها. بس هدول الدبابيس كتير طولوا لحتى استووا. هون بعد ما خلصنا شوي وهيك حطينا السفرة بالخيمة، وشوفوا هالبابا غنوج طالع ما احلاه، والله بشهي القلب. كنت حابة اتحط لكم طريقته بس ما كان معي وقت، وما عاد قدرت ما قدرت اصور اكتر من هيك مشان ما البابا يتضايق مني اكتر. يعني حتى صور ما صورت، كنت حابة اني اخذ صورة للمشاوي هيك حطها على الفيديو بس ما قدرت اصور. يعني عن جد انا ما بعرف شو اللي كان قاهره او زعجه من موضوع التصوير يعني بشكل عام، بس بقى ما عاد استرجيت بعد هيك اخذ اني صور او اني صور فيديوهات اكتر. يعني حتى السهرة ما قدرت صورها، كان اصلا الوقت متأخر. هاي بعد ما نمنا هيك وقت طلعت الشمس هيك على شروق الشمس قمت وصورت هالفيديوهات الحلوة. عن جد لانه من العمر هاي هيك وقت شروق الشمس الواحد يصورها وهيك، وهالجو الرايق والحلو عن جد ما بتتفوت. شوفوا ما احلى، عن جد هيك كله طاقة ايجابية وراحة نفسية. والله الواحد هيك بيغذي قلبه وروحه بهالمناظر هيك عند شروق الشمس والطبيعة وهيك الهواء واجواء الطبيعة. عن جد لازم الواحد كل فترة هيك يروح له هيك روحة، ياخد استراحة من ضغوطات الحياة واشغال الحياة هيك اللي ما بتخلص هيك، وياخد استراحة ويقعد له نهارين هيك بالطبيعة. والله هيك بتتجدد نفسيته كلها. لكم شغلة آخر شي، هو أنا ما كنت حابة أنزل الفيديو بسبب ظروفنا نحن السوريين هلأ بتركيا، هيك شوي صعب وكله سفر وهيك شغلات. بس قلت شو بدي أعمل، يعني أنا شو طالع بإيدي مصورته وما حدا بيعرف، يمكن تكون هاي آخر رحلة وآخر مشوار إلنا هون بتركيا. الله يكتب لنا الخير يا رب وين ما كنا ويفرجها علينا. وهلا هيك بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم واستمتعتوا وأنتوا عم تتفرجوا عليه، وبتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. الله يجبر بخاطركم يا رب، وإن شاء الله تضلوا بألف خير يا رب.